وصول بعثة المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم إلى الأراضي نيوزيلندا استعدادا لمشاركة في أولى مشاركات كأس العالم بالنسبة للكرة النسائية العربية إن شاء الله ابتداء من يوم 24. ودي رسالة عايز أوجهها للاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الجزائري لكرة القدم. المغاربة عرفوا يهتموا بصفة عامة بقيادة الأستاذ فوزي لقجع. والله يا جدع احنا المفروض نبوس ايد فوزي لقجع علشان يجي يعرفنا الطريق للمونديال ازاي. لازم يعرفنا هو بيعمل ايه في الكرة المغربية، وبناء عليه ما شاء الله تقدم وازدهار في جميع البطولات سواء كانت افريقية او عالمية او اولمبياد. لازم نعرف الراجل ده بيعمل ايه، الراجل دوت ازاي بيوفر كل حاجة الى المنتخب سواء شباب او سيدات او منتخب اول، وبالتالي بتلاقي العائد كل دوت لصالح اسعاد الشعب المغربي. لازم نعرف الطريقه منين. ايه المشكله يعني ان الاتحاد المصري ولا الاتحاد الجزائري ولا الاتحاد التونسي يعملوا توأمه مع المملكه المغربيه الشريفه، ونعرف هم ازاي بيحدثوا الكوره عندهم، ازاي بيهتموا بالبنيه التحتيه علشان نتعلم. ما بتكلمش على منشآت، بتكلم على قوانين اوروبيه بتتنفذ في الاراضي المغربيه، بناء عليها بتلاقي لعيبه سوبر ستار جاهزين لكل المنتخبات، تقدر تلعب، تقدر تشارك، تعمل مجهود، توصل الى الفاينل، توصل لكاس العالم، توصل الى نهائيات كاس الامم الافريقيه. والفوز والخساره ده توفيق من عند ربنا. متخيلين ان المنتخبات المغربيه كلها نسائيه وشبابيه ومنتخب اول ما شاء الله رايح للاولمبيات ورايح لكاس العالم؟ انا عايز افهم هي المشكله عندنا في ايه؟ ايه المشكلة عندنا في مصر ولا في الجزائر علشان ما نتعلمش من الاخوة المغاربة ونصعد لكاس العالم ونقدم ان شاء الله مباريات قوية؟ يعني المنتخب المغربي رجالة وستات احسن مننا احنا كمصريين، او الكرة الجزائرية منتخباتنا الرجالة مشنبات ما عرفوش يصعدوا كاس العالم. الستات عند المغاربة لوحدهم وصلوا لكاس العالم. لا ومش كده وبس، فاطمة سمورة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي كانت بتستقبلهم شخصيا هناك مع الجالية والسفيرة المغربية في الأراضي نيوزيلندا. انت متخيل جمهور كبير جدا جدا استقبل فتيات المغرب احسن استقبال؟ وهناك ان شاء الله هتكون المباراة الثالثة قبل انطلاق البطولة يوم 16 مع منتخب جامايكا، وتعتبر دي المباراة الثالثة استعدادا للكاس العالم. كلنا عارفين المباراة الاولى سواء كان مع ايطاليا او مع السويد خلصت بالتعادل السلبي استعدادا لكاس العالم. منتخبات تفوق المنتخب المغربي في التصنيف الدولي، ومع ذلك المنتخب المغربي كان ند قوي جدا جدا ليهم. كلنا نتمنى يا رب العالمين المنتخب المغربي النسوي باذن واحد احد يفوق كل التوقعات زي ما المنتخب الرجاله وصلوا برضو للمربع الذهبي في كاس العالم في قطر. اتمناها ان شاء الله مع اللايك اللي انت بتحطه والمشاركه واشتراكك في القناه باذن واحد احد نصل الى ابعد حدود. احبائي الكرام الفيديو خلص، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.